بس الحكاية ما كانتش كلها سياسة، ده كان فيها قصة حب لازم تتحكي. سنة 92 الأمير عبد الله وقتها كان راجع من معسكر تدريبي في الصحراء، وأخته الأميرة عائشة ربنا يكرمها على الماتش ميكنج اللي عملته، عزمته على عشاء عائلي غير رسمي. تعال هناكل لقمتين مع بعض. وهناك كانت رانيا صديقة ضيفة للأميرة قاعدة بتاكل. إيه صاحبتي وجاية تاكل؟ أقول لها لأ صدفة. في مارس 93 أعلنوا خطوبتهم، وبعدها بكام شهر بالظبط في 10 يونيو اتجوزوا وبقت الأميرة رانيا. بعدها سنة 99 وبوفاة الملك حسين رحمه الله تحولت الأميرة رانيا لأصغر ملكة في العالم ساعتها، عندها 28 سنة وتحولت للملكة رانيا. ولما الملكة رانيا بتتكلم ما بتقولش هما، بتقول دايما احنا، لأن هي جزء من كيان الشعب ده. واحد من أحلام حياتي ان انا اقابل الاسره دي في يوم من الايام واقعد قدامهم واسلم عليهم واتكلم معاهم.